ولما أساء بعض العرب أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بحاشية ثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى أثر في عنقه الشريف وقال: يا محمد اعطيني من مال الله لا من مالك ومال أبيك. تبسم له سيدنا رسول الله مباشرة. وهذا من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كلما اشتد البلاء واشتد الحمق أمامه كلما اشتد حسن الخلق فيه، كالمسك كلما نضحته حكيته احنا نقوله أكثر قد ما يفوح أكثر، وكان العود القماري مثل قد ما تحرقه باش قد ما يفوح، والشمعة قد ما تحرق قد ما تضوي. وهذه من الصفات التي كانت في الكتب السماوية السابقة: لا تزيده إساءة المسيء إلا إحسانا. لا تزيده، انظر، إساءة المسيء إلا إحسانا. وهذا قد اختبر بعض اليهود حضرة سيدنا رسول الله بهذا، قالوا كل الأوصاف شفت تبقى لا هذه، فأراد أن يدخلوا من هذا الباب. المهم هذا الأعرابي لما فعل هكذا قالوا سيدنا رسول الله: نعم مال الله وما مالي مال الحق، أعطوه. قالوا كفاك؟ قالوا لا كفاك، لا أدخل سيدنا رسول الله وحده وأعطاه. ساداتنا الصحابة أرادوا أن يبطشوا به، ولكن في النهاية ماذا قال سيدنا رسول الله؟ مثلي ومثلك ومثل هذا الرجل كمثل رجل شرد له بعير، فاتفق الناس خلفه يجرون خلف هذا البعير يقبضوه للسيد لصاحبه يعني، وهما ما يزيدوه الله هروبا، لأن البعير في البداية هرب، ممكن باقي الكلى باقي يلعب مع أصحابه من الجمال ولكن لما رأى الناس تجري خلفه قال: هذا يذبحوني ولا كأنه مش مصيبة أكبر من الأولى التي كنت فيها يعني. فقال لهم صاحبه: دعوه خلوني أنا. رجع الناس وراح له صاحبه. كي رجع له صاحبه يقول: اللهم نرجع خير يعني، نتوب من الضربة الأولى اللي درتها أنا، اللهم أنا وصاحبي خير من هذوك 10 ولا 20. قال لهم صلى الله عليه وسلم هكذا: فمثل الأعرابية أو اليهودي أو النصراني أو الذي بعث له سيدنا رسول الله وهم كلهم يعتبرون أمته. اليهود والنصارى والكفار أمة دعوة، أي أمته الذين سيدعوهم، والمسلمون أمة إجابة. مثلا كالبعير الشارد، إذا احنا ما عرفناش كيف نمسكوه ضاع، ولكن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم على مقتضى الكمال نبوة ورسالة جسمانية روحانية نورانية خلقا خلقا فيه صلى الله عليه وسلم بكل معاني الكمال بكل المقاسات، تجعل هذا الأمر من أبسط ما يكون عنده صلى الله عليه وسلم. الحكمة هذه من أبسط ما يكون، أوصاف جبلية فيه صلى الله عليه وسلم، لا شيء زائد أكثر منها. ولما أساء بعض العرب أمام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بحاشية ثوبه الشريف صلى الله عليه وسلم حتى أثر في عنقه الشريف وقال: يا محمد اعطيني من مال الله لا من مالك ومال أبيك. تبسم له سيدنا رسول الله مباشرة. وهذا من وصفه صلى الله عليه وسلم أنه كلما اشتد البلاء واشتد الحمق أمامه كلما اشتد حسن الخلق فيه، كالمسك كلما نضحته حكيته احنا نقوله أكثر قد ما يفوح أكثر، وكان العود القماري مثل قد ما تحرقه باش قد ما يفوح، والشمعة قد ما تحرق قد ما تضوي. وهذه من الصفات التي كانت في الكتب السماوية السابقة: لا تزيده إساءة المسيء إلا إحسانا. لا تزيده، انظر، إساءة المسيء إلا إحسانا. وهذا قد اختبر بعض اليهود حضرة سيدنا رسول الله بهذا، قالوا كل الأوصاف شفت تبقى لا هذه، فأراد أن يدخلوا من هذا الباب. المهم هذا الأعرابي لما فعل هكذا قالوا سيدنا رسول الله: نعم مال الله وما مالي مال الحق، أعطوه. قالوا كفاك؟ قالوا لا كفاك، لا أدخل سيدنا رسول الله وحده وأعطاه. ساداتنا الصحابة أرادوا أن يبطشوا به، ولكن في النهاية ماذا قال سيدنا رسول الله؟ مثلي ومثلك ومثل هذا الرجل كمثل رجل شرد له بعير، فاتفق الناس خلفه يجرون خلف هذا البعير يقبضوه للسيد لصاحبه يعني، وهما ما يزيدوه الله هروبا، لأن البعير في البداية هرب، ممكن باقي الكلى باقي يلعب مع أصحابه من الجمال ولكن لما رأى الناس تجري خلفه قال: هذا يذبحوني ولا كأنه مش مصيبة أكبر من الأولى التي كنت فيها يعني. فقال لهم صاحبه: دعوه خلوني أنا. رجع الناس وراح له صاحبه. كي رجع له صاحبه يقول: اللهم نرجع خير يعني، نتوب من الضربة الأولى اللي درتها أنا، اللهم أنا وصاحبي خير من هذوك 10 ولا 20. قال لهم صلى الله عليه وسلم هكذا: فمثل الأعرابية أو اليهودي أو النصراني أو الذي بعث له سيدنا رسول الله وهم كلهم يعتبرون أمته. اليهود والنصارى والكفار أمة دعوة، أي أمته الذين سيدعوهم، والمسلمون أمة إجابة.
مثلا كالبعير الشارد، إذا احنا ما عرفناش كيف نمسكوه ضاع. ولكن سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم على مقتضى الكمال نبوة ورسالة جسمانية روحانية نورانية خلقا خلقا فيه صلى الله عليه وسلم بكل معاني الكمال بكل المقاسات، تجعل هذا الأمر من أبسط ما يكون عنده صلى الله عليه وسلم. الحكمة هذه من أبسط ما يكون، أوصاف جبلية فيه صلى الله عليه وسلم، لا شيء زائد أكثر منها.